اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده اكله جميله جدا جدا، اقتصاديه كده على قد ايدينا عشان الظروف اللي احنا فيها كلنا والغلا الجامد اللي احنا فيه. فهنحاول نعمل اكلات كده تكون اقتصاديه على قد ايدينا، وفي نفس الوقت تكون حلوه كمان وطعمها حلو. يعني ب5 جنيه هنعمل أكلة حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كده البطاطس المتبلة في الفرن، كمان مش هنقليها، مش هتبقى شاربة زيت كتير، بس بجد رهيبة، طعمها حلو قوي وصحية وخفيفة وجميلة جدا. يلا بقى حطي لايك للفيديو واشتراك في قناتي، ويلا بينا ندخل كمان نعمل الأكلة الحلوة اللذيذة دي. معايا هنا البطاطس اللي هي بتاعة السلق، اللي هو بالحجم ده كده الوسط، مش الصغيرة قوي ولا الكبيرة. الكيلو منها ب5 جنيه. نقعتها فترة طويلة كده وغسلتها كويس قوي، ونقعتها كمان في خل وليمون وغسلتها حلو قوي، عشان الوصفة دي هتكون البطاطس معانا بقشرها. بعد كده هحطها في حلة هنا، واحط معاها معلقة ملح ونص ليمونة كده بقشرها، عشان الحلة بتاعتي ما تغمقش لما نسلق البطاطس. وبعدين هحطها تتسلق. على ما تتسلق بقى هنجهز التتبيلة بتاعتنا الحلوة، معلقتين 2 بس من الزيت، ورشة حلوة من الكمون، ورشة كده حلوة من الشطة، ومعلقة ملح صغيرة. يعني نحط الملح على قد البطاطس عشان هو ده اللي هيملحها او اللي هنتبلها بيه، مش هنحط حاجة تاني. وهنقلبهم بقى كويس قوي كده مع بعض. حطي بقى، ضيفي اي توابل انت بتحبيها بقى، كزبره ناشفه، اي توابل معينه بتحبيها على البطاطس، يعني براحتك خالص. وهنسلق كده البطاطس سلق كامل تستوي معانا كويس قوي. هنا هجيب صينيه بقى كده واسعه او صاج او حاجه، واحط فيها ورقه كده من الزبده، وهبدا ادهنها بالفرشه من الخليط اللي انا عاملاه، اللي هو الزيت بالتوابل، عشان عايزه البطاطس تكون كده متبله من فوق ومن تحت، وفي نفس الوقت عشان ما تلزقش معايا في الصينيه. هنا البطاطس كانت سلقت معايا وهي سخنة كده. هبدأ ارصها كده، اوزعها في الصينية، بس اسيب مسافة بين كل واحدة والتانية، مش عايزاهم يكونوا ملزقين كده في بعض، عشان لما ادخلها الفرن يعني تتحمر كده. ولو عندك صاج يعني اكبر، يعني يفضل تحطيها كمان فيه. هنا معايا بقى هنا الهراسة دي، هبدأ افقش بيها كده البطاطس، اضغط على البطاطسية كده ابططها كلها. طب لو حد ما عندهوش الهراسة دي، هتجيبي طبق كده او بولة او سلطانية صغيرة زي كده، وتفقشي بيها كده البطاطس. انا عايزة افقشها كده، يعني اهرسها خالص، عشان تتشرب معايا كده التتبيلة حلو وتتحمر في الفرن حلو. وكل ما يعني هتبططيها كده هتديكي نتيجة حلوة. هعملهم كلهم كده بنفس النظام، وهبدأ ان انا اوزع عليهم الخلطة اللي انا عملتها دي، اللي هي عبارة عن معلقتين كده 2 من الزيت، ونص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كمون، رشة شطة او ممكن بابريكا لو مش حابة الشطة، والملح اللي هنملح بيه البطاطس. تقدري تستغني عن الزيت ده، ممكن تحطي معلقتين سمنة بلدي، ممكن تحطي بدلهم زبدة، هيكون برضو طعمهم حلو في البطاطس. لكن النهاردة عشان الأكلة بتاعتنا يعني اقتصادية على قد ايدينا، فانا عاملاها بالزيت يعني المتوفر وموجود في كل بيت. لكن لو موجود عندك سمنة بلدي او زبدة، تقدري تسيحيهم وتحطي عليهم التوابل اللي بتحبيها بقى، تزودي بقى في التوابل زي ما انت عايزة اللي تحبي طعمها في البطاطس. في الوقت ده كنت مولعة الفرن يسخن من فوق ومن تحت، وهدخلها على الشبكة كده في النص. هتستوي كده معايا في الفرن وتاخد لون كده ذهبي من تحت الشواية، والبطاطس تشرب التمليحة الحلوة اللي احنا عاملينها او التتبيلة دي. شايفين بقى كده شكلها لما طلعت من الفرن، واخدة اللون الذهبي الحلو، مش قادرة اقول لكم على ريحتها كمان. وهي في اثناء الفرن كده ريحة التوابل الحلوة اللي احنا حاطينها، وكمان يعني مش شاربة زيت، صحية كمان، ومش لازقة هي في الصينية ومتماسكة. يعني احنا مفقشين كده البطاطس، لكن في نفس الوقت كل واحدة متماسكة ومتبلة حلو، وطعمها بجد حلو قوي. عايزة بقى كده رغيفين كده عيش بلدي وشوية جرجير ولا طماطمية كده جنبهم ولا حاجة، وهتبقى أكلة حلوة عسل قوي وسريعة كمان، مش بتاخد معانا وقت، واقتصادية على قد ايدينا. يعني ب5 جنيه عملنا الطبق الشيك الجميل الحلو ده، مشبعة فعلا وجميلة جدا. ده كان الفيديو بتاعي السريع النهاردة البسيط. شايفين كمان البطاطس مرملة من جوه، بنفتح كده البطاطساية مرملة وطعمها حلو قوي، بجد حلو قوي، لازم تجربوها، هتعجبكم جدا. متنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في قناتي وصفات بيت اقتصادية لو اول مرة بتشوفوني، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو بنزله. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.